عمركم سمعتوا بحرب الأغنياء؟ حرفيا هذا اللي قاعد يصير باليومين الماضية. تطبيق جالس ينتشر بشكل غير طبيعي في اليومين الماضية رغم انه تطبيق تقليد حرفيا عن تويتر. ايش القصة ورا هذا التطبيق؟ وليش الكل جالس يتكلم عن هذا التطبيق؟ لدرجة يا جماعة الخير انه في اول 7 ساعات فقط 10 مليون مستخدم حمل التطبيق. مو بس كذا، ايلون ماسك اللي ماسك تويتر جالس يرفع قضية على هذا التطبيق بسبب مميزات التطبيق. كل هذا راح نعرفه في مقطع اليوم، وراح اقول لكم عن اشياء راح تصدمكم. السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. معكم احمد وحمود من قناه مستر حمود على اليوتيوب. طبعا يا جماعه الخير، اتوقع انه ما في احد بيجي ما سمع عن تطبيق تريدز، وهذا التطبيق اللي طلع ومشابه لتويتر. يا جماعه الخير التطبيق وصل في اول يومين بس 100 مليون متابع. تخيلوا يا جماعه الخير في يومين بس 100 مليون متابع، وراح اقول لكم عن باقي التطبيقات في اول ايامها كم جابت. يا جماعه الخير التطبيق هذا كسر كل القواعد. ايش السبب وراء هذا الموضوع؟ راح اقول لكم عنه في هذا المقطع. لا تنسى تدعمني باللايك يا عسى، تشترك في القناه، تفعل زر التنبيهات، تنشر المقطع لكل اخوياك. مشاهده ممتعه. قبل يومين اعلن مارك زوكربيرج، ان شاء الله اني قلت اسمه صح مني، اتوقع ان اسمه خطا، بس انه عن هذا التطبيق اللي هو تريدز. وهذا التطبيق فكرته نسخ طبق الاصل عن تويتر، لكن الفرق انه في اشياء انضافت واشياء اتلغت، يعني اختلافات بسيطه، ولكنه بشكل عام مشابه لتويتر. طبعا الشيء الجميل في هذا التطبيق انه سهل جدا استخدامه. يعني تخيل عشان تسوي حساب بس اسمك، اسم المستخدم، والجيميل اسم المستخدم، وكلمه المرور حقك اللي في الانستغرام نفسها تحطها في الحساب ويدخلك على طول. طبعا هو اوريدي التطبيق مربوط بالانستغرام، فتلقائيا اول ما تخش راح تحصل اصلا جاهز اسم المستخدم وكلمه السر مكتوبه، بس انت تضغط عليها ويدخلك عليها. طبعا هنا تنتقل بشكل رسمي على تريدز، ويكون عندك حساب رسمي مرتبط بالانستغرام حقك. يعني حتى اللي يشوف حسابك بيحصل في نفس حسابك في الانستغرام بيحصل حسابك في التريدز، يعني يقدر يخش عليك. يا جماعه الخير التطبيق جدا غريب، يعني لدرجه انه تحس نفسك كل الشعب كذا دخل فيه، كأنكم بيت واحد تتكلمون سوا وعادي الوضع طبيعي. فالدرجة انه التطبيق في اقل من هنكتب من كثر الارقام ما شاء الله تبارك الله. التطبيق في 7 ساعات جاب 10 مليون متابع. تخيلوا يا جماعة الخير، يا ساتر. لما اقول متابع ان اقصد فيه المستخدم، يعني الشخص اللي حمل التطبيق وصار يستخدمه. عشان تعرفوا يا جماعة الخير قد ايه رقم 10 مليون مستخدم في 7 ساعات كبير، راح اقول لكم عن تويتر ونتفليكس والتطبيقات الاخرى كم جلست مدة عشان تجيب الارقام هذه. راح تنصدموا يا جماعة الخير. يعني تخيلوا مثلا انه نتفليكس جلس 3 سنين ونص حتى يوصل اول مليون مستخدم. تخيلوا يا جماعة الخير 3 سنين ونص عشان يوصل مليون مستخدم بس. بعكس تطبيق تريدز في 7 ساعات 10 مليون مستخدم، حاليا واصل فوق ال 100 مليون مستخدم. يا ساتر. وتخيلوا يا جماعة الخير انه حتى تويتر جلس 2 سنين عشان يوصل بس اول مليون مستخدم. شفت الفرق؟ يعني انت ركز هنا 3 سنين ونص، 2 سنين، هذا في 7 ساعات بس جاب دبلها 10 مرات. يا جماعة الخير فيسبوك اللي كان أول نقلة لحسابات التواصل الاجتماعي والأشياء الاجتماعية هذه جلس 10 شهور عشان يوصل بس مليون مستخدم. انستغرام اللي يعتبر من أحدث التطبيقات حاليا واللي يعتبر من أكثر التطبيقات استخداما جلس 2 شهرين عشان يوصل أول مليون متابع. فأنت متخيل كمية الرقم اللي دخل على تطبيق تريدز في أول 7 ساعات 10 مليون مستخدم. يعني أنت قارنها بين 3 سنين ونص، 2 سنين، هنا 10 شهور، هنا 2 شهرين، وكلهم دخلوا بس مليون في هذه المدة اللي أنا قلت عنها، وهذا ب7 ساعات بس 10 مليون مستخدم. أول شيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ما نبي نحسب شيء، بس نعطيكم الأرقام الكبيرة والمهولة اللي قاعد نشوفها. طب ايش السبب؟ دحين راح نعرف. طبعا يا جماعة الخير لسه شايفين الوقت اللي جالس اصور لكم فيه المقطع الآن التطبيق دخل فوق 500 مليون مستخدم. يا ساتر يا رب، تخيلوا 500 مليون مستخدم. واو يا جماعة الخير، رقم جدا مرعب. طبعا اكيد في فكرة اللي خلت الاعداد الكبيرة وهذه المرعبة تخش على هذا التطبيق في هذا الوقت. فعليا كان في شيء، ولكن هذا الشيء جدا بسيط، ولكنه كان مدروس وجاء في وقته بالضبط. خلي الناس كلهم يروحون ويتسابقون على هذا التطبيق. كانت الفكرة جدا بسيطة، واللي هي هذه الفكرة البسيطة انه لما تخش حساب اي شخص في الانستغرام راح تحصل تحت اسمه موجود حسابك في تريدز. طبعا يا جماعة الخير الرقم هذا اللي راح يكون موجود تحت اسمك راح يكون ترتيبك بين الناس اللي دخلوا. طبعا يا جماعة الخير الفكرة هذه اللي كانت تحت رقم، فكرة بسيطة اللي تطلع فيها
رقم يدخلك على حسابك، في نفس الوقت يبين ترتيبك بين الاشخاص اللي حملوا التطبيق ودخلوه. فكرة جدا بسيطة ولكن خلت الناس كلهم يتسابقون مين يكون في الاوائل بالارقام الاولى. طبعا الحين راح تقولون يا حمود انت شرحت لنا عن التطبيق ولكن ما قلت لنا وش اللي خلى مارك زوكربيرج يسوي هذا التطبيق رغم انه عنده فيسبوك وواتساب وانستغرام. الحين راح اقول لك. بعد ما اشترى ايلون ماسك الرجل الكندي والغني عن التعريف اللي الكل يعرفه تطبيق تويتر، بدأ يسوي فيها قوانين واشياء غريبة. هذه القوانين جديدة كذا من عنده. مثلا خلى منصة تويتر فيها حرية التعبير بشكل غير محدود، يعني مثلا عادي تسب فيها، وهذا كان اول غلط لانه كان يبعد كل الشركات الاعلانية. ثانيا القانون اللي سواه قرر انه تقدر تشتري العلامة اللي هي تيجي الزرقاء جنب اسمك اللي هي علامة التوثيق بفلوس، يعني بشكل عام تكون انت شخص موثق ومشهور ب10 دولار. حلو، ب10 دولار بس. وهنا ما ادري ايش كانت فكرته، وهو يبغى يجمع اكثر عدد من الفلوس ولا ايش بيسوي، وهنا بطل تويتر يصير له طعم. وهنا القانون سواه جدا غريب، خلاك انت كشخص كمستخدم تقدر تشوف تغريدات محدودة، يعني اذا تخش على تويتر تتفرج كذا لك تغريدات محدودة، يعني مثلا 600 تغريدة، اذا وصلت 600 تغريدة بعد كذا ما تقدر تشوف شيء، وبعدها التطبيق تلقائيا يطردك. ولكن اذا كنت انت موثق تقدر تشوف يعني رقم اعلى شوية، مثلا 800 تغريدة، وبعدها التطبيق راح يطردك. وهنا ايلون ماسك زودها كثير وحد من حرية الشخص في استخدام التطبيق، وهنا حط شيء خلى الناس كلهم تنفجر عليه، خلى الناس تكره تويتر، لدرجة انه الرقم الفعلي والطبيعي لمستخدمين تويتر يوصل فوق ال 440 مليون متابع. ولكن بثاني شهر استلموا ايلون ماسك نزلوا 30 مليون مستخدم. وهنا جات شركة ميتا بقيادة مارك زاك وجلسوا يشتغلوا على الموضوع ويستغلوا هذه الفرصة. مستحيل مارك راح يفوت فرصة زي هذه بين يدينه، وخاصة انه كان بينهم اصلا مشكلة من قبل، وهذه المشكلة ايام ما ايلون ماسك ارسل صاروخ على الفضاء وانفجر. وهنا علق مارك، وبعد ما علق مارك على الموضوع ايلون ماسك زعل ليش علق على الموضوع. لا، والغريب بالموضوع يا جماعة الخير انه تخيلوا مارك نفسه عنده حساب على تويتر، وتخيلوا ان هذا الحساب مدته 11 سنة وما نشر شيء عليه، واليوم ارسل فيه تغريدة فيها سبايدر مان ويشيرون على بعض وكأنه مارك وايلون ماسك جالسين يتهاوشون على هذا الشيء، وانه مارك يفوز على ايلون ماسك في هذا الشيء. وتخيلوا هذا الشيء صار وين؟ صار على تطبيق تويتر. وتخيلوا يا جماعة الخير انه في الجهة الثانية تطبيق تريدز صار التطبيق الاول، الترند الاول على تويتر وفي كل مكان في العالم. تخيلوا يعني انه منافسه جالس يعرض بضاعته عنده وقدام عينه. الموضوع جدا غريب وجميل وممتع جدا. والشيء الغريب عليه انه تطبيق كبير بهذا الحجم ينتشر قدام عيننا كذا. بالعاده يعني بعمري انا فيسبوك ما كنت واعي فيه له، انستغرام ما لحقنا الاحداث انه كيف انتشر وزي كذا، واتساب التطبيقات القديمه هذه، ولكن هذا التطبيق قدام عيننا جالس ينتشر وينافس كمان، انه تطبيق جديد لحقنا عليه قاعد ينتشر وينافس. فهمت الفكره اللي قصدها؟ كويس. والغريب انه ايلون ماسك مو قادر يرد، ما عارف يتلخم الادم، مو عارف ايش يسوي الحين. فشخ فكرتي، فشخ تطبيقي. طبعا رد بسيط ايلون ماسك، وجاب شعار تويتر اللي هو العصفور حامل تريد في فمه، وكانه تطبيق تريد دوده فيه، وهذا هو كان رده البسيط الوحيد. طبعا هنا ايلون ماسك وتطبيق تويتر قرروا انه يهددوا مارك بانهم يرفعوا عليه قضيه، يحاكموهم بسبب التقليد اللي صار، انهم سارقين نفس النظام والبيانات تبع تويتر وحاطينها في هذا التطبيق. لسه الامور مولعه بينهم، ولكن يا اخوان بكلمه حق مني التطبيق راح يفجر الدنيا وينتشر في كل مكان. وفي خوارزميات في هذا التطبيق انهم يقترحوا لك الشيء اللي انت تحبه. في شيء يا جماعه الخير صار في التطبيق قبل شويه ضحكت فيه بشكل غير طبيعي. كلكم تعرفون مستر بيس، معروف اليوتيوبر، يعتبر اكبر قناه في اليوتيوب، وكاتب في التريدز تعالوا خلينا نحتفل بتطبيق تريدز، وحاط الصوره هذه. كيف قرر انه يحتفل بتطبيق تريدز؟ قرر انه يعطي احد المتابعين في 48 ساعه الجايه سياره من سياراته اللي هي تسلا. او ماي جاد الذكاء. اللي ما فهم يا جماعه الخير، شركه تسلا ترجع لايلون ماسك. طبعا معليش كل شيء قلت تبع شو اسمه هذا، نسيت اسمه، مستر بيس هي تبع ايلون ماسك. هنا مستر بيس جالس يستخف بايلون ماسك ويسخر منه بانه يعطي سيارات ايلون ماسك الى متابعين تطبيق تريدز. وطبيعي هذا الانسان بالقوه الاعلانيه. وطبعا هنا مستر بيس صار من اكبر الاشخاص في تطبيق تريدز. والموضوع يا جماعه الخير نار وشرار بين الطرفين، وانا مستني رد ايلون ماسك ايش راح يسوي بهذا الموضوع اللي صاير. مستحيل ايلون ماسك يقعد ساكت لانه انسان مجنون. ولكن اعطونا توقعاتكم في التعليقات، ايش راح يسوي ايلون ماسك؟ وش رايكم في تطبيق تريدز؟ اللي جرب التطبيق اعطينا رايك. وقبل ما انهي المقطع لا تنسى تدعمني بلايك يا عسل، تشترك في القناه، تعطيني رايك عن كل شيء في المقطع اليوم، اكتب تعليق عسل زيك يا عسل. اتمنى عجبكم المقطع، نشوفكم على خير، فمان الله.
بس سلامية خالد، سلام.